تخيل دولة تقدر فيها في نفس الرحلة تعيش حياة مدن سريعة ومليانة ألوان، تنزل على جزر مياهها خرافية، تدخل معابد عمرها مئات السنين، وتاكل من أحسن مطابخ الشارع في العالم، وكل ده بأسعار معقولة جدا مقارنة بالتجربة. الدولة دي هي تايلاند. وفي حلقة النهاردة من لو حبيت أسافر، هقولك تايلاند من الألف للياء. فين هي؟ تروح فين؟ تعمل إيه؟ وأهم حاجة، التكلفة بالأرقام وخط سير يخليك تستمتع من غير لخبطة. تايلاند فين؟ وليه من أشهر دول العالم سياحياً؟ تايلاند موجودة في جنوب شرق آسيا، ومحاطة بدول زي ماليزيا، كمبوديا، لاوس، ميانمار. مساحتها كبيرة نسبياً، 513,120 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 70 مليون نسمة. العاصمة بانكوك. اللغة التايلاندية، لكن الإنجليزي شغال جدا في السياحة. ليه تايلاند مشهورة قوي؟ لأنها متنوعة جدا، سهلة السفر، مناسبة لكل الميزانيات، آمنة سياحيا، وفيها كل أنواع التجارب: مدن، جزر، طبيعة، ثقافة، أكل. نبذة ثقافية سريعة: تايلاند بلد أغلب سكانها بوذيين، محترمين جدا للسائح. الابتسامة جزء من ثقافتهم، وده بيخلي التعامل اليومي سهل ومريح. حتى لو أول مرة تسافر آسيا، أفضل وقت تسافر تايلاند. أفضل وقت نوفمبر إلى فبراير، جو لطيف، رطوبة أقل، وأحسن وقت للجزر مارس إلى مايو، حار شوية بس لسه مناسب. يونيو إلى أكتوبر، موسم أمطار، الأسعار أقل، الجزر ممكن تتأثر حسب المنطقة. أروح فين في تايلاند؟ واحد، بانكوك، قلب تايلاند النابض. بانكوك مش مجرد عاصمة، دي مدينة عايشة على أعلى صوت. زحمة، ألوان، روائح أكل، معابد، ناطحات سحاب، وأسواق، كل ده موجود جنب بعض في مشهد واحد. أول انطباع عن بانكوك إنك دخلت عالم مختلف، بس بعد شوية هتفهم إن الفوضى دي منظمة بطريقتها. ليه بانكوك محطة أساسية؟ لأن أغلب الرحلات الدولية بتيجي عليها. أرخص مدينة في تايلاند من حيث الأكل والمواصلات، نقطة انطلاق للجزر والشمال، وفيها أكبر تنوع تجارب في البلد. بانكوك مناسبة جدا إنك تبدأ بيها الرحلة، أو تقضي فيها من 2 إلى 4 أيام مليانين نشاط. المعابد والقصر الملكي. بانكوك مليانة معابد، بس في شوية أماكن لازم تتحط في أي زيارة. القصر الملكي أشهر معلم في المدينة، تصميم ضخم، تفاصيل مذهلة، وبيوضح قد إيه الدين والملكية جزء أساسي من ثقافة البلد. الدخول هنا تجربة بصرية قوية، وما ينفعش تفوت المكان ده. وات فو، معبد بوذا الممدد، تمثال ضخم جدا، أجواء هادية. وات آرون، معبد مختلف شكله مميز على النهر، أحلى وقت زيارته وقت الغروب، منظر بانورامي يخطف. الأسواق والحياة الشعبية. بانكوك من أحسن مدن العالم في الأسواق. سوق تشاتوشاك، واحد من أكبر الأسواق في العالم، لبس، أكل، تحف، هدايا، وكل حاجة تتخيلها. تدخل السوق ده وتطلع بعد ساعات وانت مش حاسس بالوقت. نايت ماركتس، بالليل بانكوك بتتحول. أكل شارع، موسيقى، حركة، أسعار رخيصة، دي تجربة أساسية. حتى لو مش ناوي تشتري حاجة، أكل الشارع، روح بانكوك. بانكوك مشهورة عالمياً بستريت فود. هنا الأكل رخيص، سريع، وطعمه عالمي. من أشهر الحاجات باد تاي، مانجو ستيكي رايس، شوربات نودلز، أكلات بحر. تجربة الأكل في بانكوك جزء من الرحلة نفسها، مش مجرد وجبة. تقعد في بانكوك قد إيه؟ بانكوك محتاجة يومين لو مستعجل، 3 إلى 4 أيام لو عايز تشوفها صح، وهي أفضل مكان تبدأ به الرحلة أو تختم به بعد الجزر. 2. شيانغ ماي، الهدوء والثقافة. في شمال تايلاند، مدينة مختلفة تماماً، أهدى، طبيعة، معابد، قريبة من الجبال. تعمل إيه؟ معابد، كافيهات، طبيعة، قرى جبلية، مزارع شاي. شيانغ ماي من 2 إلى 3 أيام، كفاية جدا. 3. جزر تايلاند، حلم البحر. تايلاند معروفة بجزرها، ودي واحدة من أهم أسباب شهرتها عالميا. الجزر هنا مش نسخة واحدة، كل جزيرة لها طابع مختلف، وأنت تختار حسب مزاجك ووقتك. أهم الجزر باختصار فوكيت، أكبر جزيرة، مناسبة للي عايز كل حاجة في مكان واحد: فنادق، بحر، حياة ليلية، رحلات. كرابي، مناظر طبيعية وصخور،
وجزر قريبة للرحلات اليومية. جزر في مشاهد أيقونية ومناسبة للرحلات القصيرة. كوه سماوي أهدى شوية ومناسبة للاستجمام. تعمل إيه في الجزر؟ سباحة، سنوركلينج، رحلات قوارب، شواطئ، غروب الشمس. التجربة هنا بسيطة، بحر وهدوء واسترخاء. تقعد قد إيه؟ لو وقتك قليل 3 أيام، لو عايز تستمتع من 4 إلى 6 أيام. الجزر غالباً بتبقى نص الرحلة أو خاتمتها المثالية. تجارب لازم تعملها في تايلاند: ستريت فود، زيارة معبد بوذي، آيلاند هوبينج، تايلاندي مساج، سوق ليلي، قعدة كافي على البحر. تكلفة السفر لتايلاند بالدولار: الإقامة هوستيل من 10 إلى 20 دولارا، فندق اقتصادي من 25 إلى 50 دولارا، فندق متوسط من 60 إلى 100 دولار. الأكل ستريت فود من 2 إلى 4 دولارات، مطعم متوسط من 6 إلى 12 دولارا، قهوة من 2 إلى 4 دولارات. المواصلات مواصلات عامة رخيصة، متوسط يومي من 5 إلى 10 دولارات. الأنشطة جزر ورحلات من 20 إلى 50 دولارا، معابد رمزية أو مجانية. ميزانية اليوم اقتصادي من 30 إلى 45 دولارا، متوسط من 50 إلى 80 دولارا، رفاهية 100 دولار أو أكثر. خط سير مقترح 12 إلى 14 يوما، يوم 1 إلى 3. بانكوك يوم 4 إلى 6، شيانغ ماي يوم 7 إلى 12، الجزر فوكيت وكرابي وساموي يوم 13 إلى 14. راحة وتسوق. نصايح مهمة قبل السفر: احترم الثقافة والمعابد، خلي معاك كاش، متقلقش من الأكل، خليك مرن في الخطة. الخلاصة: تايلاند مش مجرد رحلة، دي تجربة كاملة، مناسبة لأول سفرية آسيا، للبادجت ترافلرز، للأزواج، وللي عايز تنوع حقيقي. اكتب لي في التعليقات، تحب الحلقة الجاية نسافر الأمريكيتين ولا نكمل في آسيا؟ وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان لو حبيت أسافر مكملة